ما حدش يتكلم خالص عشان خاطر البلاي يتكلم هنا. انت مالك انت هتمثل؟ طب وانت مالك يا برضه انا عارف. ايه ده؟ حلو. ها؟ وصلنا المكيك بقى عشان الناس لا اتكلم اهي. مرة يا ابني. زي عمه. متابعينا الكرام، مساء الخير عليكم، اهلا ومرحبا بحضراتكم في كل مكان. برحب بكم في لايف جديد وتغطيه جديده من محافظه الدقهليه، واحنا موجودين هنا في عزبه الصيادين وعزبه الصياد في تحديدا في الترعه، ترعه البساط، ترعه البسرات، الفروسات. ايه يا جماعه اتلخبطونا ليه؟ زي ما حضراتكم شايفين هنا منذ ايام اهل القريه اكتشفوا ان موجود هنا تمساح في المكان اللي حضراتكم شايفينه ده، وطبعا يعني اثار خوف كل اهل القريه اللي موجوده هنا، والصغار ابتدوا ان هم يخافوا يخرجوا من منازلهم ويخافوا يعدوا من على المكان ده. ده المكان اللي اكتر من شخص شاهد هنا التمساح، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا الجميع واقف اتجمع، والمسطحات المائية موجودة هنا للبحث ومحاولة خروج التمساح من المياه. احنا معاكم لحظة بلحظة ان شاء الله بإذن الله، ومتابعين معاكم لحين خروج التمساح او الوصول اليه. هنا المسطحات المائية موجودة هنا في المكان. ما ترفعش الكاميرا. ما تصورناش، بتصورنا ليه؟ خلاص اتاخروا كده ورا يا جماعه. معانا هنا هيكون لنا لقاء مع احد سكان القريه هنا، وهو اللي كان مسؤول عن ان هو يوصل للمسؤولين ويوصل صوت اهل القريه في لكي ان هم يقدروا يتخلصوا من التمساح. وبالفعل الحمد لله تم الاستجابه والوصول، والمسؤولين هنا كلهم موجودين هنا في من مركز شرطه المنزله للمسطحات المائيه. نتعرف بحضرتك؟ محمد منير. اهلا بيك يا استاذ محمد. احكي لنا بقى ايه قصه التمساح؟ في ناس كتير مش مصدقه موضوع التمساح ده. التمساح الاولاد عندنا الصغيرين في يوم انا جاي لقيتهم بيقولوا في تمساح هنا. يا جدعان بتتكلموا جد؟ قال لك قال لك بنتكلم جد. تمام. طيب ماشي، ورني التصوير. ما صدقتش. بعدها تاني يوم حد صور التمساح؟ الاولاد عندنا صوروه، بس انا ما شفتش يعني. فالاولاد عندنا ايه صوروه، وانا شفت التمساح على التليفونات بتاع الاولاد هنا. فما شفت التمساح انا نزلته بقى على السوشيال ميديا، على الفيسبوك. على الفيسبوك والسوشيال ميديا. فبقى الامور بقى بدات ايه تظهر للمسؤولين، والمسؤولين بصراحه والله العظيم ما قصروا معانا خالص. النهارده متواجدين؟ لا متواجدين والله من الساعه 11 لحد وقتنا هذا كلهم بسم الله ما شاء الله، يعني مأمور المركز ورئيس مجلس المدينه ورئيس الوحده المحليه للفروسات والمسطحات، وبسم الله المسطحات المائيه، وبسم الله ما شاء الله المسؤولين معانا خطوه بخطوه، ما حدش اهمل خالص والله. كتير مش هيصدق موضوع التمساح انه موجود في ترعه صغيره، ترعه الصيادين دي صياد تبع المنزله، الفروسات مركز المنزله محافظه الدقهليه. تمام. كتير مش هيصدق ان ايه اللي يجيب تمساح في الترعه الصغيره دي. العيال لما وروني الفيديو انا ما صدقتش الا لما الناس اللي هي الموثوق بها اللي قالت لي فيه فعلا تمساح. فالناس يعني الناس واثق منهم جدا، وعمرهم ما يقولوا كلام الا اذا كان صحيح. ف اتاكدت ان الكلام صحيح. فبعدين انا اتكلمت مع رئيس مجلس المدينه، والحمد لله بعت اوراقه وعمل اللازم، والحمد لله قدرنا النهارده بسم الله ما شاء الله المسؤولين كلهم والله متواجدين معانا في هذه المكان، واللي عشان يشوفوا حكايه التمساح دي ايه. بس هو اكيد 100% يا استاذه ان في فعلا تمساح هنا في المكان. موجود في مكان معين يعني؟ في مكان معين موجود في الترعه هنا؟ بقاله الوقت من
3 ل 4 ايام موجود في المكان هنا. حجمه قد ايه يا استاذ محمد؟ 120 سم 130 سم، ما حدش يقول لك اكتر، ما حدش يقول لك اقل، ده في يعني في الرينج ده 120 130 سم. طب هل حد قال لك ان انا سمعت ان الاهالي اللي واقفين دلوقتي بيقولوا ان هو طلع على شجره الموزه؟ طلع على شجره الموز، ما هي في البحر يا استاذه برضه، ما هي قدامك اهي في البحر. هي دي في البحر اهي، طلع هنا شجره دي، طلع هنا وطلع هنا برضه. عدين كده حبيبي عشان التصوير بس. انا هنا كده طلع هنا وطلع هنا شويه ورا شجره الموز دي. طلعت في شجره الموز دي بقى عند المكنه اللي بتسقي الارض بتاعتي وكده. ده عند المكنه اللي بتسقي الارض بتاعتي وكده. طلع ظهر لمده دقايق وغطس. ظهر لمده دقايق بقى، لما الشباب الصغيرين بقى ظهر على الموزه دي، الشباب الصغيره بقى ايه اتلمت، فبعدين خاف ونزل تاني البحر. الترعه دي جايه منين؟ اساسها منين؟ الترعه دي اساسها من حدوث يا فندم. من حدوث. حدوث دي بقى بحيره المنزل، من بحيره المنزل. بس الميه اللي هي بتجي لنا من حدوث معظمها بتيجي من حدوث. بس بقاله اكتر من 4 ايام من 4 ل 5 ايام في المكان ده. هنا في المكان ده. انتوا متاكدين ان هو في المكان ده؟ متاكدين يا فندم، انا بقول كلمه وانا الكلام اللي بقوله بتحاسب عليه. بقى حاله الخوف اللي في وسط الاهالي ان الاطفال بقوا مش عارفين يمشوا في هنا، او لان ده طبعا ده طريق الناس، يعني ده طريق المدارس. ده طريق المدارس برضو. عندنا مدرسه على بعد 100 متر هنا، وعندنا جامع برضو، وسط عندنا قريه هنا وقريه هنا، في وسط 3 قرى، في وسط 3 قرى، في وسط 3 قرى يا فندم. تمام. فالحمد لله برضو الامور بدات مع الناس النهارده، المجلس والحكومه وكل حاجه، الناس بدات تطمن شويه، عارفين ان الحكومه هتبقى موجوده وهتجيب. لكن كان قلقكم ان ما كانش حد مصدق، لان صعب حد يصدق ان في تمساح. مصدق ان في هنا تمساح والله يا استاذه. والناس واخده الموضوع هزار برضه، احنا كنا هزرنا شويه وكنا هزرنا شويه برضه، عشان في برضه استاذه جت قبل حضرتك برضه خدت ان الموضوع هزار، والعيال الصغيره برضه قالوا كلمتين برضه، علشان احنا عندنا ناس طيبين جدا، يعني طيبين والله. القريه هنا ما شاء الله يعني في منها عباقره واساتذه كبار ودكاتره ومستشارين، يعني بسم الله ما شاء الله. بس احنا عندنا ناس طيبين وفي حالهم بالفطره. بالفطره يا استاذ. كانوا طلعوا في احد اللقاءات هزروا، يعني. طلعوا في احد اللقاءات هزروا، فالناس فكرت ان الموضوع بقى جد هزار وما حدش خد به. فبعدين لسه الموضوع بقى لما تم بقى والناس عرفت ان هو بجد، الناس بدات تتحرك بقى احنا واقفين، اشرح لنا الناس احنا واقفين دلوقتي بنعمل ايه؟ واقفين منتظرين خروج التمساح، منتظرين خروج التمساح من البحر، والمسطحات المائيه موجوده هنا، موجوده ان شاء الله، موجوده هنا باذن الله، وان شاء الله نستطيع بخروج التمساح علشان نستطيع خروج التمساح من البحر علشان تمام اتفضل. عشان نعرف القريه بقى تعرف تقعد في امان زي ما كانت، والحمد لله ربنا بس يقدرهم ويقدر يطلع التمساح من البحر. يعني اللي تبع المسطحات المائيه قال لك ان هو هيمشط بين كيلو رايح كيلو جاي، كيلو رايح وكيلو جاي، يعني كيلو مسافه كيلو يمين، مسافه كيلو يمين وكيلو شمال، بحيث ان هم يقدروا طبعا انت بتقول البوابات مقفوله، البوابات مقفوله وكل حاجه مقفوله. البحار بتاع بحار المنطقه الصبح يجي قافل البوابات حوالي من الساعه 11 عشان ما يروحش برضه هنا ولا هنا. ممكن يكون خرج قبل الساعه 11. هو من شاف امبارح، اخر حاجه شفتها امبارح. النهارده لا. كبر الحته الحمد لله. حاج شحته الصياد شافه امبارح، وده راجل طبعا كلمته مظبوطه جدا، وما عندوش كذب وما عندوش اي حد وما عندوش حاجات ما يبقاش مظبوطه وكده. يعني. حاج شحته الصياد احنا كنا في بيته دلوقتي. هو شافه بنفسه. شافه بنفسه. وصف لكم والصور اللي حضرتك شفتها على التليفون اللي كان في وسط النجيله دي. وسط النجيله دي. ان شاء الله باذن الله يا استاذ محمد، باذن الله ان شاء الله احنا متابعين معاكم النهارده خطوه بخطوه، وهنشوف المسطحات طبعا، المسطحات المائيه متابعينا الاعزاء في المياه ترعه الصياد هنا في البحث، ما زال البحث مستمر عن التمساح اللي تم الابلاغ عنه من قبل اهل القريه. وزي ما حضراتكم شايفين في تجمعات كبيره جدا حوالينا، وفي حاله من الخوف على حاله من الهلع على حاله من الاستغراب، ان طبعا حاجه جديده ان اهل القريه يكون في الترعه الخاصه بيهم، دي الترعه يعني صغيره جدا تمساح ويسبب خوف للناس. البعض ما كانش مصدق، ولكن بدا الكل يصدق، من اكتر من حد قال ان هو شاف التمساح، وفي ناس صورت التمساح. معاكم صوره للتمساح؟ طيب وروني كده.
الصوت يا فندم، الصوت يا فندم. الغي. يعني متابعينا الكرام، دي الصورة اللي تم تصويرها. اعملوا طيران، اعملوا طيران. يعني متابعينا الكرام، شكرا يا استاذ محمد. احنا متابعين معاكم ان شاء الله. حد فيكم شاف التمساح؟ مين شاف؟ احنا سمعنا ان في هنا تمساح. لا انت سمعت، انا عايزه حد يكون شاف التمساح. ما شافوش. انت شفت؟ ايوه شفت تمساح. يعني شفت ايه طيب؟ خرج من مدة 4 ايام على الموزه ديت الساعه 9 صباحا، قبل 5 ايام، نص متر. يعني برضه زي ما محمد منير قال 120 130 120 ايه ان شاء الله باذن الله. يعني باذن الله احنا متابعين معاكم متابعينا الكرام، احنا معاكم ان شاء الله باذن الله. زي ما حضراتكم شايفين، والسعودة يا جماعه في تجمعات هنا في المكان، وهنا في تجمعات هنا في المكان، وزي ما حضراتكم شايفين الاهالي كلها واقفه منتظره. المسطحات المائيه موجوده في المكان، المسطحات المائية موجودة هنا في المكان، وفي المازال البحث يعني عن التمساح اللي تسبب فيه هلع وخوف أهالي قرية الصياد. وإحنا هنا منتظرين إن شاء الله بإذن الله الخروج التمساح، وبإذن الله متابعين معاكم إن شاء الله بإذن الله. متابعين معاكم ان شاء الله باذن الله، وهنكون معاكم لحظه بلحظه. بشكركم متابعينا الكرام، كانت معكم زينب حمدي، بشكركم. وعلى